فيلمنا النهاردة بيبدأ من النهاية. طب وإيه هي نهاية كل الناس؟ أنت صح، الموت. فيلم سول بيحكي لنا عن قصة راجل اسمه جو، كان رايح يعزف في حفلة لأنه بيحب العزف والموسيقى، وقع في حفرة ومات. طيب باقي الفيلم بيحكي عن إيه؟ أكيد مش إزاي توزع الميراث الكبير بتاعه. أحداث الفيلم هتدور حوالين روحه اللي انتقلت لعالم آخر، وهو عالم الأرواح. جو مدرس موسيقى كحيان في مدرسة، كان شغال بعقد، وأخيراً الفرج جه واتثبت، والخبر ده فرح مامة جو جدا أكتر منه تقريباً، لأنها ست عملية وعايزاه يضمن وظيفة بمرتب ثابت بدل شغلانة العزف اللي مش جايبة همها دي. وبتقوله برضو إنه يعقل كده ويركز وما يكررش الغلط اللي أبوه عمله، وفضل طول حياته يعزف موسيقى ومات فقير كحيان. طبعاً جو معجبهوش الكلام، ولكن بيهاود ويسكت ويروح يتفق مع صاحبه كيرلي على إنه يعزف في حفلة مع ست اسمها دورسي مشهورة جدا. وبالفعل راح واتكلم معاها، وتقدر تقول وافقت بالعافية، لأنه زيه زي العيل الصغير لما بيشبط في حاجة فتعملها له في الآخر علشان خاطر تخلص من الزن. ولكن بعد ما سمعت عزف جو عجبها جدا، وقررت يبقى عضو أساسي في فرقتها، وقالت اجهز بكرة الساعة 6 علشان عندنا حفلة. طار وقتها من الفرحة، وبقى ماشي في الشارع زي المجانين يخبط في الناس ومش منتبه، لحد ما وقع في بلاعة ومات. أو ما ماتش قوي يعني، هو دخل في غيبوبة ينطبق عليه تعبير ده بين الحياة والموت، وبيفوق يلاقي نفسه في مكان غريب بكيان مختلف. بعد لحظات هيعرف إن دي روحه، ويلاقي كام روح جنبه، فهيسألهم إحنا فين؟ وهيكون ردهم إنهم خلاص هيروحوا الآخرة. المهم يعني إنه قرر يهرب، لأنه لسه محققش حلمه في العزف مع دورسي في أول يوم ليه في الفرقة، وهيخرج عن مسار الأرواح ويقع في مرحلة ما قبل الولادة. وهناك هيقابل المسؤولين عن المرحلة دي، كلهم اسمهم جيري، ما تعرفش ليه. المهم إنهم هيدوله وظيفة تدريب روح من الأرواح على إنها تكتشف شغفها وتنزل الأرض تتولد في جسم إنسان. وطبعا روح جو بتعمل كل ده بهدف إنه يلاقي طريقة يرجع تاني بيها الجسم. وهيجي حظه مع روح شقية حبتين دوخت كل المدربين اللي قبل جو، ومحدش عرف يساعدها على إنها تلاقي شغفها. وفي أول لقاء بينهم قالت له أنت بقى اللي هتساعدني، كان غيرك أشطر، وضحكت ضحكة خباثة كده. هتبدأ روح جو في تدريب روح 22، هيروحوا صالة اسمها صالة الكل شيء ويجربوا كل حاجة، ولكن مفيش أي حاجة روح 22 حبتها. جو هيقول ل 22 على الحقيقة ويحكي لها كل اللي حصل معاه، ويوعدها إنها مش هتنزل الأرض، هو بس هياخد الشارة بتاعت الشغف بتاعتها علشان يقدر يرجع تاني. والغريب إنه هيصعب عليها وهتقرر تساعده عن طريق المخبأ السري بتاعتها، وعرفوا على صديقها مون ووند وأصدقائه اللي بيساعدوا الأرواح التانية وينقذوها. وفي معنى لطيف في الحتة دي، وهو إزاي الأرواح دي بتقدر تساعد غيرها مجرد إنهم سعداء ومستمتعين بالحاجة اللي بيعملوها، فهم كده بيقدروا يساعدوا ويسعدوا غيرهم. وبالفعل قدر عازف الموسيقى إنه يخلي روح جو تتواصل مع جسمه، واتفتحت دايرة فوق جسم جو وهو في المستشفى. روح جو فرحت واندفع، وهوبا وهو بينط خبط في 22، وقعوا الاتنين على جسمين. روح جو دخلت في جسم القطة اللي كانت قاعدة على السرير، و22 دخلت في جسم جو. وهنا كانت الكارثة، 22 مش عارفة تتصرف في الجسم الغريب اللي دخلت فيه، وجو بدأ يهديها ويقول لها ازاي تمشي وتتحرك علشان يهربوا من المستشفى ويروحوا لعازف الموسيقى مون ووند علشان يلاقوا حل. مون ووند كان قايل لجو على مكان شغله وهو حي. نسيت أقولك إن مون ووند مش ميت، هو بيوصل لحالة من النشوة والاستمتاع تخليه في عالم منعزل عن الحياة، ولكن لما حد بيقطع حالة الاستمتاع دي بيرجع يتكلم عادي وبيتعامل. علشان كده جو 22 راحوا ليه المكان اللي بيشتغل فيه، وقال لهم يجهزوا نفسهم علشان يبدل أجسامهم تاني. وفي خلال الكام ساعة دول روح 22 هتمر بشوية مواقف كده هتخليها تحب الحياة. وبعد ما كانت مش عايزة تتولد وتنزل للحياة، حبت اللعبة وما بقتش عايزة ترجع جو الجسم، وهتهرب روح 22 من جو ويطلع يجري وراها. بس كان في واحد تالت بيجري وراهم، وهو الراجل بتاع الحسابات اللي جاي من العالم الآخر علشان يرجع روح جو. وبالفعل قفشهم ورجعوا تاني، بس المرة دي كانت شارة 22 اكتملت، ولقت شرارتها جاهزة خلاص إنها تنزل الأرض. وهنا روح جو 22 اتعاركوا، لأن بيقول لها إن الشرارة دي بتاعتي، فأنا اللي المفروض أخد الشارة وانزل. يعني عايز يقول لها إنها سرقت الشرارة بتاعته
وبالفعل 22 هترمي في وشه الشارة وتمشي، وهو هيرجع الأرض ويقضي الحفلة ويعزف بشكل رائع. وبعد ما يخلص هيحس إن في شيء ناقص، بالرغم إنه حقق حلمه، بس هيلاقي إن لحظات الاستمتاع اللي كان رهانها بتحقيق حلمه عدت بسرعة، ورجع تاني لحياته المملة، وإن الشرارة كانت بتاعتها لأنها كانت بتستمتع بكل لحظة قضتها في جسمه. وهي بتتكلم مع الحلاق في المحل، وهي بتاكل البيتزا والمصاصة، ولحظة ما ورقة الشجر وقعت على ايدها وحست بنفسها كانت مستمتعة بكل ده، برغم إنها حاجات تافهة جدا بتعدي على جو كل يوم، لكن عمره ما فكر يستمتع بيها. وهنا قرر يرجع ل 22 ويعتذر لها ويرجع ليها الشارة بتاعتها، ودخل في حالة النشوة اللي وند بيمارسها. ولما رجع لقى 22 اتحولت لروح تايهة شكلها اسود وضخمة وبتهاجم اي روح تقابلها وممكن تأذيها، وقرر يقتحم السواد ده وينقذ روح 22. ولما هيدخل جو السواد هيسمع اصوات كتير وجمل اتقالت ل 22 زي انتي فاشلة، انتي ما ينفعش تنزلي الارض، وهيشوف نفسه هو بيقول لها انها سرقت شرارته وإنها لا تستحق نزولها الأرض. ويلاقي 22 في قاع السواد قاعدة بتعيط وخايفة. هيمسك إيدها ويديها ورقة الشجر اللي كانت آخر حاجة استمتعت بيها، وقررت بعدها إنها تعيش في الأرض وتجرب حاجات تانية كتير، واعتذر لها. وقتها السواد اللي كان حوالين 22 اتبخر وتصالحوا ونزلوا هما الاتنين الأرض، ولكن جو قرر يستمتع بكل لحظة بعد كده هيعيشها.